السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوف معنا بمناسبة رمضان ان شاء الله، بالنسبة للطلبيات الناس ديال الخارج المغرب اللي كانوا كيسولوني عليهم، بدينا كناخذوهم باش غادي يوصلوكم ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. بالنسبة لهنايا كيف ما كتشوفوا معايا، اللي وجدت لكم الوصفة ديال بشنيخة كتجي هشيشة وشي حاجة اللي زوينة وديال الدار. كنقول لكم مرحبا بكم ونوريكم الاسرار ديالها وكل شيء. ديجا كنت بارطاجيتها معكم في هنايا في اليوتيوب. غادي نخلي لكم الرابط ديال وحده جو بونس نفس المقادير، نفس كل شيء هنا كيف ما كتشوفوا معنا. وحتى بالنسبه للعسل راه تا هو ديجا كنت خدمته معكم، غادي نخلي لكم في الرابط في صندوق الوصف. حتى راه كتجي هشيشه بزاف بزاف، خصوصا اللي خدمتوها بشي حاجه اللي زوينه. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا بالنسبه للمقادير، انا عندي هنايا واحد 2 كيلو ديال الطحين. يعني المقادير اللي غادي نخلي لكم انا في صندوق الوصف بقياس كيلو ديال الطحين. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا انا غادي نعطيكم مقادير ديال كيلو ديال الطحين. عندي هنايا واحد ربعه ديال الزبده اللي تكون سبيسيال زوينه. عندي هنايا 4 كاس ديال الزهر، اللي ما عندوش يدير روح ديال الزهر. عندي هنايا 4 كاس ديال الخل و4 كاس ديال الزيت. اما بالنسبه للقرفه عندي هنايا واحد معلقه صغيره عامره، شويه الملحه، وعندي ضامه ديال الزعفران النافع وحبه حلاوه. انا راه دايرهم تما مطحونين، كنخدموا بهم يعني ديما. وبالنسبه للطحين راه غادي نستعمل كيلو. اول حاجه كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ الزبده، غادي ندوبها. هنايا غادي ناخذ البول باش غادي نخدم داكشي في الماكينه. وعندي بالنسبه للحليب عندي واحد رابعة أولا 250 مليلتر. دونك نص لتر غادي تنقصوا منه على حسب. انا ما كنديرش بقياس ديال العنبه، وانما العبار راه باين. وبالنسبه للفاني ممكن تستعملوا ساشيه وحده ديال الفاني. هنايا عندي ضامه ديال الزعفران، اللي عنده الزعفران الحر ممكن يدير الزعفران الحر. هنايا معلقه صغيره عامره ما بين حبه حلاوه و بطبيعة الحال النافع. انا راه كنكون كنخدم بهم يعني العام كامل. وانما بالنسبه للقرفه عندكم حبه حلاوه والنافع، يعني من الافضل يكونوا مطحونين مزيان، يعني كتصهدوهم وكطحنوهم مزيان باش في الماكينه ما يوحلوش ليكم. صافي هنا كيف ما كتشوفوا اول حاجه ضفت السوائل اللي هما الحليب، الزيت، وبطبيعه الحال داكشي اللي كنت درت. بالنسبه كيف قلت لكم واحد الطريقه حتى هي سهله، ما تقوش عليكم قوه المقادير. هنا راه ضفت الزبده، ذوبتها ولكن خليتها حتى بردات عاد درتها. صافي كنخلط المقادير مزيان كيف ما كتشوفوا معنا. بالنسبه للخمارات راه شفتوا تما جوج. كيف قلت لكم انا في الاول، الناس اللي كتفرج في الفيديو من الافضل تتفرج من الاول حتى الاخر. انا استعملت 2 كيلو ديال الطحين، راه استعملت فيها نص كيلو ديال الزبده. صافي هنا كيف ما كتشوفوا يعني كنضيف الطحين بشويه بشويه. بالنسبه ل2 كيلو لهذا العبار هذا، يعني كميه محدوده هي هذيك، ما كاين لا زيد لا نقص، حتى القوام ديالي يعني كيجي شاد في راسه. بحكم ان البشنيخه خاصها تجي شويه ما قصحاش بزاف، وانما خاصها تجي شويه شاده في راسها، يعني ما تجيناش جاريه. الا جاتكم جاريه غادي تعذبكم حتى في الخدمه. صافي هنايا من بعد ما درت السوائل، يعني انا كنضيف الطحين بشويه بشويه اللي كنت ديجا غربلته، والطحين ديال الحلوه اللي غادي يكون النوعيه اللي مزيانه. بالنسبه للطلبيات او لي كوموند اللي في المغرب كامل وخارج المغرب، غادي نخلي لكم نيميرو ديال التليفون ديالي في صندوق الوصف. وبطبيعه الحال مرحبا بالجميع. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنخدموا الطحين كيف قلت لكم كنضيفوه بشويه بشويه. وبالنسبه للخمارات راه كنضيفوهم حتى هما الوسط باش دغيا كتخلط لينا. يعني طريقه سهله، انا كتجيني بشنيخه يعني سهله من الشباكيه. صافي وكنخلطو بهاد الطريقه هادي. صافي انا حيدتها من الماكينه، ما تبقاش غادي ما غاديش تزيد تقنعني، وانما خاصني
نخلط بيدي. وانا خصني نبين لكم الناس حتى اللي ما عندوش يعني الماكينه في الدار او الروبو او هذا اللي هذا ممكن تكملوا بيديكم، ما كاين حتى شي مشكل. يعني باش تعرفوا حتى القوام ديال العجينه. بعض المرات الماكينه واخا كنخدموا فيها ما كنعرفوش لاباط واش تجمعات خصها، هذه هي كتسهل، وانما كنعرفوش واش تجمعات لينا ولا لا. صافي هانتوما كيف كتشوفوا معنا. صافي كنبقى ندخل طحين بشويه بشويه. انا كيف كتشوفوا يعني لاباط باقا جاريه. المهم نخليكم مع العجين كيفاش تجمعات وندوزو. هنا كيف ما كتشوفوا معنا، من بعد ما دخلت ديك 2 كيلو ديال الطحين اولا داك الدقيق كامل دخلته فيها. صافي كيف ما كتشوفوا معنا قطعتهم طراف عاديين، وغادي نشد واحد البلاستيك وغادي نخشيهم فيها حتى تروبوزا تقريبا واحد نص ساعه، عاد غادي نخدم بها. بالنسبه للمالح كنت حطيت لكم واحد بريوات واحد السيجار، ان شاء الله دابا نشاركهم معكم. وحتى في رمضان راه بطبيعه الحال غادي نبقى نبارطاجي معكم شي حاجه، حيت ما بقيتش كنبارطاجي في اليوتيوب بزاف. بحكم ان الخدمه من كتوفق ما بين الخدمه وما بين هذا، يعني ما ساهلاش صراحه. خصك تمونطي وتصور وتحط، خصك تبقى النهار كامل وانت خدام. قلت لي ما نبارطاجيش معكم اليوم، عندي هذا سميتو وبغيت نبارطاجيها معكم. هاد البشنيخه هادي هي كتجي زوينه، عندها واحد اللوغو لي سبيسيال ديالها زوين. صافي هنايا من بعد ما نخليها تروبوزا كيف قلت لكم واحد نص ساعه، ومن بعد عاد غادي ندوز باش غادي نخدموها. شوفوا بالنسبه لهادشي ديال البلدي وهذا خاصنا نخدموه وحنا جالسين. حنا ماشي غادي نصوروا واحد الريل في الانستغرام اولا غادي نبارطاجيو فيديو فيه دقيقه ونص اولا هذا. حنا كنخدموا يعني كميه اللي كتكون كبيره، ضروري خص الانسان يكون بوزيسيون مرتاح فيها. هذه الماكينه ضروري منها، يعني بشنيخه كنستعملوا هذه الماكينه هذه ديال سباكيتي، ضروري خاصنا نخدموا بها، هي اللي غادي تنفعنا. انا وريتكم الماكينه كيفاش غادي نخدم بها. ثاني حاجه هو انه بالنسبه للعجينه، يعني كيف كتشوفوا هي شاده في راسها، وغادي نحاول ندير ليها الطريقه ديال الفيوتاج اولا الطريقه ديال الملفاي من الفوق والتحت. غادي نجمعهم ونخلي نخلي حتى الجناب يكونوا مقادين. دونك انا حطيتها في فوق الطبله، حقاش ما عنديش فين نخشيها تما في فوق البوطاجي، ما عنديش لاسباس باش نقدر اولا الرخامه ما عنديش خارجه باش نقدر نوريكم الخدمه ديالها. وانما راه سهله. انا كيف قلت لكم تعمدت في واحد الفيديو، راه عندي خدمتها وخدمت حتى بالماكينه، غادي تدخلوا لي وغادي تشوفوا كيفاش حتى خرجناها. اول حاجه راه ما كنستعمل لا طحين باش كنخرجها، باش نشرح لكم يعني عادي لاباط تبارك الله فيها ليدام ديالها، يعني راه كتخرجوه كتخرجوها يعني كتخرج لكم مزيان، يعني كتخدموها كتخرجوها مزيان. انا خديت هاد السيلباط هذا حطيت فيه ديك حطيت فيه ديك لاباط العجينه اولا كيف ما كتشوفوا معايا، وتعمدت في الاول درت العجينه رقيقه باش تشوفوا كي كتجي. ملي كديرها شويه عامره كتجي مشكله، الفيو ديالها كيجي عامر وواقف وزوين. اما الا درتوها خاويه ما كتجيش زوينه. هانتوما كيف كتشوفوا هادو راه عامرين صافي. وهي راه الا خرجتيها مزيان والورقه مزيانه، كاين اللي كيخليها بحال هكا طويله، انا كنشدها يعني كنشكلها كنديرها بحال الشباكيه هانتوما كيف كتشوفوا. وكاين اللي كيخليها مثلا هكا طويله. ضروري ما تسدوش الجناب باش ما تحلش لكم، هي راه نورمالمون راه فيها الخميره كتنفخ واحد شويه. صافي وكنخليوها تنشف. انا خليتها تنشف تقريبا واحد 2 سوايع صافي، ومن بعد عاد قليتها. يعني طريقه سهله. هنايا تقريبا انا راه خدمت 2 كيلو ديال 2 كيلو ديال الطحين راه خدمتهم.
نتوما كيف كتشوفوا هذه اللي وريتكم خاويه من الوسط، يعني حتى التشبيكه ديالها جات مخربقه بحكم ان العجينه ما جاتش عامره. انا هادو بديت بهم هما الاولين، ولكن بالنسبه لهادو اللي خدمت هانتوما كيف كتشوفوا كيجيو مفينيين، حتى بالنسبه للشكل ديالهم فاش كتقلى كتزيد تتحل وكتنفخ واحد شويه كتعطينا واحد الشكل اللي زويون. هانتوما كيف كتشوفوا انا كنخليها هكاك. دابا كل واحد وكيفاش حتى كيبغيها، كاين اللي كيبغي العجينه رقيقه ماشي رقيقه وانما ناقصه ما مقداش مزيان او لا ما عامراش. اما بالنسبه لهذه كتجي صغيره وكتجي في نفس الوقت يعني حتى في الشكل ديالها كيجي باين. هذا هو الشرح. نتمنى نكون شرحت لكم يعني مزيان. شحال هادي ما حطيت شي غوسيط هنايا في اليوتيوب صراحه، قلت علاش ما نبارطاجيش معكم هادي. الا بقى لي ان شاء الله الوقت نقدر نبارطاجي معكم حتى بالنسبه للبريوات، اما عقده اما باللوز اللي كيكون محمر. كيف كتعرفوا كل واحد وكيفاش كيخدم الخدمه ديالو. انتم كيف كتشوفوا انا خليتها تنشف هنايا ومن بعد عاد غادي ندوزو. بالنسبه للعسل حتى هو غادي تلقاوه في الفيديو، العسل ديال المعسلات. وكيف كتعرفوا العسل ديال البريوات كيكون دافي، العسل ديال بشنيخه كيكون سخون، العسل ديال الشباكيه كندفيوه حتى هو واحد شويه. انا بالنسبه لي كندفيه واحد شويه، كيكون عندي ثقيل كندفيه واحد شويه باش ما يهرش ليا الشباكيه. وبشنيخه حتى هي ما تهرش، يعني من الافضل كندفيوه. هنا شديت اللوز اللي ديجا محمر في الفران كونكاسيتو بحال هكا صافي، وغادي نخليه سفود. هذا باش غادي نحرك، يعني كنحرك غير من الوسط. هنا صافي من بعد ما درت الزيت كنخلي ليه سباس ما كنبقاش نعمر المقله اولا كنعمر هذا سميتو باش نخليها كتقلى في خاطرها وما كديفورماش. حيت ملي حطينا وحده فوق وحده وحده فوق وحده كديفورم، ما كتجيناش في الشكل ديال البشنيخه كيف كنشوفوا معاها. هنا هذه اللي عسلت، هانتوما كيف كتشوفوا هذه راه ديجا قليتها، انا عسلتها صافي. هو الشكل ديالها كيجيني باين، كتجي زي هشيشه وزوينه. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. صافي من بعد انا كنخليها في واحد الكسكاس كبير كتبقى تسقطر، وفي نفس الوقت كنهزها كنحط كندير اللوز مهرمش، نهزها ونحط ندير اللوز مهرمش. ممكن ديروا حتى الجنجلان حتى هو كيجي زوين. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش دعمونا باللايك وبالبارطاج. كنقول لكم عشرة مباركه وبصحه وراحه. فيديو واحد اخر ان شاء الله.